في كثيرين يتساءلون ويقولون يا جماعة ليش رحنا اليمن؟ ليش حاربنا في اليمن وكم عيالنا استشهدوا وراحوا عنا؟ أخبركم ليش. مع أني ما أتكلم في السياسة وما أحب أخوض فيها، لكن هالموضوع مهم جدا، لأن صاير كلام كثير في المجتمع الخليجي بعد استشهاد الشباب. وأرجوكم اللي بيشوف هالفيديو ينتظر بس ويمشي معاي حتى نهاية الفيديو، لأن الخلاصة تكمن في النهاية، وإن شاء الله أني ما بطول فيه. إيران تعتمد استراتيجيتين للسيطرة، أولا على شيعة العالم، وثانيا لمحاولة السيطرة على الدول العربية والمنطقة. الاستراتيجية الأولى هي ولاية الفقيه، وهو معتقد في المذهب الشيعي يقول بأن يجب أن لا يخلو الزمان من ولي فقيه. خرج هذا المفهوم بعد ما غاب، حسب طبعا المعتقد الشيعي، بعد ما غاب الإمام المهدي وهو آخر الأئمة الاثني عشر. وبعد ما انتهوا الأئمة المعصومين قال بعض علماء الشيعة أنه لابد أن يكون هناك شخص ينوب مقام الإمام المهدي حتى يعود ويخرج مرة أخرى. هذا معتقدهم، ما أقول صح أم خطأ، وليس هذا مكان الكلام في هذا الشيء، لكن لابد من هذه الخلفية التاريخية البسيطة علشان نفهم باقي الموضوع. وظل موضوع الولي الفقيه موضوع علمي بحت، في اختلافات كثيرة، إلى أن أتى الخميني في 79 وجعله من أساس المعتقد الشيعي. طبعا عرضوه كثير من علماء الشيعة الأجلاء، لكن لاحظوا أكثر اللي عرضوا هم الأئمة أو المراجع الدينية الشيعية من العرب مش من الفرس. منهم في العراق السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وابن محمد باقر الحكيم، والسيد إياد جمال الدين. أما في لبنان فالشيخ الجليل محمد شمس الدين رحمة الله عليه، وهاني فحص رحمة الله عليه، وعلي الأمين من كبار علماء الشيعة في لبنان، كلهم رفضوا فكرة ولاية الفقيه. ليش؟ لأنهم أدركوا بأن الخميني قد استعاد فكرة ولاية الفقيه وأحياها بهالطريقة المخيفة لكي يسيطر هو وتسيطر إيران على شيعة العالم. ولذلك قبل يموت محمد شمس الدين وضع وصايا كتبها ابنه أو سجلها حتى على شريط لشيعة العالم، يحذرهم من الانسياق خلف إيران، وحذرهم من استغلال إيران لهم، وتقولهم أنتم أقلية في مجتمع سني مظلومين، وقال لهم لا، أنتم مواطنون في بلدانكم، يعني ما عليكم من إيران. وعلشان ما أطول، اللي أبغى أقوله هو أن إيران استغلت فكرة ولاية الفقيه لكي تقنع شيعة العالم بأنها هي المرجعية الشيعية الصحيحة، وهذا خطأ. تاريخيا المرجعية الشيعية مكانها العراق، وصراحة اليوم كل شيعي مرجعيته هو بلده وليس أي بلد آخر. فإذا باختصار هذه هي ولاية الفقيه اللي استخدمتها إيران وما زالت تستخدمها لكي تسيطر على عقول الشيعة وتخليهم تبع لها في العالم. الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية تصدير الثورة الإيرانية. طيب شو يعني؟ بعد نجاح الثورة الإيرانية وتشكيل الحرس الثوري وضع الدستور الإيراني. بقرأ لكم كم من فقرة من هذا الدستور باختصار. الدستور الإيراني كلف الحرس الثوري مهمة النضال من أجل توسيع حكم الله. حكم الله هو مصطلح الثورة الإيرانية. ورد في المادة الثالثة من الدستور كالتالي: الدعم المطلق لمستضعفي العالم. لاحظوا مادة 154 من الدستور الإيراني تقول بالتزام إيران بالعمل على إقامة حكومة الحق والعدل في أرجاء الأرض وحماية الكفاح الشرعي للمستضعفين. وفي قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق القدس مشهور جدا اسمه قاسم سليماني، يعتبر اليوم رمز من رموز إيران. هذا الشخص اليوم يدير لبنان ويدير سوريا ويدير العراق، هو المسيطر عليهم كلهم. قبل تقريبا 6 شهور قال كلام خطير جدا، قال إن الدلائل على تصدير الثورة الإسلامية إلى عدد من المناطق باتت واضحة للعيان، فقد وصلت إلى كل من اليمن والبحرين وسوريا والعراق وحتى شمال أفريقيا. تصدير الثورة أي خلق إيران لفوضى في داخل الدول ثم تسيطر هي عليها سياسيا طبعا وأمنيا واقتصاديا وانت ماشي. واحد اسمه علي رضا زاكاني، هذا من أكثر المقربين لخامنئي المرشد، وهو أيضا مندوب طهران في البرلمان الإيراني. شو قال؟ لما سيطر الحوثي على إيران طلع علي رضا وقال إن إيران تمر اليوم بمرحلة الجهاد الأكبر، أي حرب الحوثي في اليمن. وقال صنعاء هي العاصمة العربية الرابعة اللي سوف تلتحق بالثورة الإيرانية بعد لبنان ودمشق وبغداد. وقال أن الثورة اليمنية بين قوسين طبعا هي امتداد للثورة الإيرانية، وسوف تمتد بعد نجاحها إلى داخل الأراضي السعودية. تصوروا. وقال أن الحدود الشاسعة بين السعودية واليمن سوف تمهد أو تساعد على تسريع دخول الثورة اليمنية إلى العمق السعودي.
وقال اليوم في المنطقة في 3 لاعبين: العلمانية التركية، الإسلام السعودي، والثورة الإيرانية. طبعا الإسلام السعودي مقصود فيه دول الخليج. اليوم القضية تراها قضية يعني إيران والعرب، إيران ودول الخليج، شيعة وسنة جزء من القضية لكن مش القضية الرئيسية. ويوم سقوط صنعاء الشخص اللي كتب بيان الحوثي حط على فيسبوك وقال: في موسم الحج القادم بنطوف بأسلحتنا في الحرم المكي، أي الحوثيين. وطبعا كلنا شفنا تدخل إيران في البحرين، وشفنا الكويت وخلية حزب الله في الكويت. اليوم الإيراني يسمي الكويت جنوب عبادان. تصوروا الأمريكان انسحبوا من المنطقة، ووقعهم والأوروبيين الاتفاق النووي مع إيران، وبريطانيا فتحت سفارتها في طهران، والشركات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية تتهافت وتتسارع لتوقيع اتفاقيات مع الحكومة الإيرانية قريبا عشان يدخلون السوق. يعني الغرب اللي كان يلعن ويسب في إيران في بجرد قلم صاروا حبايب خلاص. وانتم يا عرب يا خليجيين تفهموا انتم والإيرانيين. والهلال الإيراني مسيطر من طهران حتى بيروت ودمشق، وفي محاولات الآن للسيطرة على اليمن، وهرمز عندهم. فتصوروا لو أخذوا اليمن وباب المندب بيكون الخليج مخنوق في حصار إيراني، شرق غرب شمال جنوب، وحتى المخارج البحرية الحيوية بتكون تحت سيطرة إيران. انزين، حد بيقول: يا أخي أوكي سمعنا هذا كله، لكن ما جاوبت ليش وديتوا عيالنا لليمن؟ عيالنا ما راحوا اليمن عشان مغامرات، عيالنا راحوا اليمن عشان يكسرون شوكة إيران في اليمن. وإيران بروح الياس تقول عن طريق كبار رجالاتها مثل ما استعرضنا قبل شوية انهم يبون يسيطرون على المنطقة. كلام واضح ما يبالي اي تأويل. يعني لو ايران انتصرت في اليمن اكاد اقسم ان بعد سنتين بنشوف البارجات الايرانية من الكويت حتى الامارات مسيطرة، وبيصير في قصف وبيصير في احتلال، وبتنتقل الحرب من جبال اليمن الى بيتك وبيتي، الى مسيدك ومسيدي، الى حديقتنا في الفريج. وسيعاد نفس سيناريو غزو العراق للكويت، ولكن هالمرة على مستوى واسع جدا، وبتكون حرب ما لها نهاية. وتبدأ بفوضى مثل ما العراق في فوضى، اليمن في فوضى، لبنان في فوضى، سوريا في فوضى. بتدخل الفوضى إلى دول الخليج إذا انتصرت إيران في اليمن. إذا هذول الشهداء الله يرحمهم رحمة الأبرار والصالحين راحوا اليمن وقاوموا وحاربوا الإيرانيين علشان عيالك وعيالي يكبرون في أمن وسلام مثل ما أنت وأنا كبرنا في أمن وسلام، علشان يكبرون ويشكلون ذكريات، عشان بلادنا تبقى آمنة، تبقى مستقرة، تبقى أحلامنا، تبقى طموحاتنا، عشان نكمل التنمية، عشان نبني ونعمر ونكتشف، علشان نروح الجامعة ونروح المولات ونروح الدوامات ونسوق سيارتنا. هذا يستشهدوا عشان إحنا نعيش هاي الحياة الكريمة. لكن أرجوكم لا تنجرون وراء الفتنة الطائفية. لا تقولون سنة وشيعة. الشيعي في بلاده مثلي أنا السني، هو مواطن. اللي يفرق بيني أنا السني وأخوي وصديقي الشيعي هو ولائنا للبلد، هو عملنا في البلد، هو إنجازنا فيها البلد، لا أصلي ولا مذهبي. لأن هذا اللي تبغاه إيران، تبغى تزرع الفتنة مثل ما حذر الله يرحمه محمد شمس الدين وقال للشيعة: لا تنجرون وراء كلام إيران. إذا حربنا في اليمن مش مع اليمنيين ولا حتى مع الشعب الإيراني المسكين، حربنا احنا مع الحرس الثوري، مع هذا الفكر الإيراني الفارسي. لما أقول فارسي أرجوكم لا حد يقول عرب وعيم، حتى هذا الفقير الإيراني اللي عايش في بلد هذا بعد أخونا. احنا مشكلتنا مع القيادات الإيرانية، الفكر المحتل هذا. إذا تلاقيت مع ابن شهيد في يوم من الأيام وسألك: ليش باباتي استشهد في اليمن؟ قول: عشان أنت تكبر وأنا أكبر وعيالي يكبرون ونعيش كلنا في خير وسلام. ونختم ونقول: اللهم ارحم الشهداء واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين.